قصة هذا الرجل قصة عجيبة. في يوم من الأيام كالعادة ننتظر، أتت إلينا جنازة في مغسلة الموتى، فلما وضعناه على ذلك الكرسي الذي يغسل عليه الميت، ولا يخفاكم أن الرجل إذا أتي به من الثلاجة إلى المغسلة يؤتى به وهو ملفوف بخرقة بيضاء، خرقة بيضاء لا يظهر من حاله شيء، إلا أن هذا الرجل لما كشفنا عن وجهه قد تشأمنا منه شرا، فلما كشفنا عن وجهه تبين لنا أن وجه هذا الرجل أسود وتعلوه الظلمة، فقلنا لعل هذا لون بشرته. فلما كشفنا باقي الجسد بعدما سترنا العورة تبين لنا أن لون بشرة هذا الرجل بيضاء، وأن سواده يبدأ من عند منطقة النحر إلى أعلى الرأس، فتشأمنا منه شرا. فقلت لإخوتي وأصحابي في المغسلة أنا لا أغسل هذا الرجل حتى أتبين من حاله هل هو يصلي أم لا. فقالوا لي الإخوة إذا انتظرت حتى تسأل عن حاله فقد تفوته الصلاة، وكان وقت الصلاة قريب. فقلت أجل، قلت غسلوه أنتم. فلما غسلوه وكان ضعيف الجسم نحيل الحال فتثاقل على أنفسهم ولم يستطيعوا أن يغسلوه إلا بشق الأنفس، فلما غسلوه وكفنا وصلي عليه ثم ذهب به إلى المقبرة. فحدث هناك حدث غريب، لما وضع في اللحد وصف اللبن وأهيل التراب عليه وسوي بالأرض فجأة حدث هناك حدث غريب، حدث عجيب، أنه لما كنت واقفا على ذلك القبر تحرك ذلك القبر، وفجأة تغيرت أحوال ذلك القبر، ففجأة حدث ما لم يكن بالحسبان، انخسف ذلك القبر ودخل داخلا، فوقفنا مذهولين أمام ذلك الموقف. فقلت لعل سواد وجهه له شأن في ذلك الموقف، فقلت لأصحابي اذهبوا واسألوا عن حال ذلك الرجل لعله لم يكن يصلي. فلما ذهبوا الإخوة وسألوا عن حال ذلك الرجل فقالوا ما حال صاحبكم؟ فقالوا إن صاحبنا كان وكان كريما وكان رجل معطاء. وقلت لأصحابي لا تسألون عن ذلك بل اسألوا عن صلاته. فقالوا إنه كان يصلي، كان من أصحاب الصلاة، وهو الآن مقصر في صلاته، وأنه يشرب الدخان، وأنه رجل حليق للحيته، وأنه مسبل لإزاره، وأنه فيه شيء من الكبر. قلت لا أريد هذا كله، لكن أنا أسأل عن صلاتي، على أن ما قلتم فيه شيء من كبائر الذنوب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فقلت لهم حدثوني عن حال وفاته لما وافته المنية. فقالوا لي، فقلت لهم قبلها هل مات عندكم في البيت أم مات في المستشفى؟ فقالوا لا بل مات عندنا في البيت. فقلت حدثوني عن حاله. فقالوا إنه جلس 3 أيام يشاهق بالروح فلا تخرج، والله إنه لينهق كما ينهق الحمار فلا تخرج روحه. فتذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حال هؤلاء، في حال ذلك الرجل الصالح، أن روحه تخرج كالقطرة من في السقاء، وأن روح الفاجر والكافر تخرج كالسفود المبلول بالماء تنزعها الملائكة نزعا بالكلاليب. ذلك حال